انا بكره ابويا وفكرت انتقم منه بعد اللي عمله في امي. قبل ما تقولي لي حرام وربنا هيسألك عليه والا الاب والام، اسمعي هو عمل ايه، اسمعوا واحكموا، وانتوا اللي بنفسكم هتقولوا لي عندي حق ولا لا. انا امي كانت ست طيبه جدا. امي الله يرحمها كانت اكتر حد في الدنيا عنده عطاء، كانت بتحب كل الناس، ما كانش في حاجه في ايديها ممكن تسعد بيها حد وكانت بتتاخر. كانت بتحب ابويا حب غريب، احنا نفسنا كنا بنستغرب، كنا فاكرين ان الام اللي تعمل كده هتتشكر وتتحط فوق الراس والعين. كنت فاكره انها بتربيني اني لما اكبر واتجوز ابقى بنت اصيله وابقى ست صالحه واعمل كل اللي في وسعي عشان ارضي جوزي. امي عاشت طول عمرها بترضي ابويا اللي كان اولا من البدايه خالص جدي مش موافق عليه لان كان ظروفهم مش واحده، كانت امي اعلى منه وجدي قال لها بلاش يا بنتي، لكن هي صممت ووافقت وقالت له هو انسان كويس ومحترم. واتجوزت ابويا، اتجوزته وعاشوا مع بعض سنين وخلفتني انا واختي. كنا احنا الاتنين كل حاجه في حياتهم، ومن يوم ما اتولدت وانا شايفه امي بتعمل كل حاجه عشان تسعد ابويا، بتعمل كل حاجه عشان ترضيه. اتجوزته رغم انه كان مريض كلى وعايش بكليه واحده، عاشوا حياتهم طبيعيه جدا، هو بيأثر وهي بتكمل والدنيا ماشيه بينهم، لحد ما في يوم جالنا تليفون بيقول ان بابا عمل حادثه ومرمي في المستشفى بين الحياه والموت. ساعتها امي نزلت بالاسدال اللي عليها، نزلنا جري على المستشفى وعرفنا ان ابويا عمل حادثه كبيره جدا، والكلى اللي كانت شغاله عنده ما بقتش نافعه، وانه محتاج متبرع باسرع وقت، حد ينقذه من اللي هو فيه لا اما هيموت. امي من غير ما تفكر اول واحده جريت وطلبت من الدكتور ان يعمل لها تحاليل عشان تعرف هي مطابقه مع ابويا ولا لا، من غير ما تفكر في صحتها، رغم ان امي طول عمرها عندها نقص في المناعه. جدي جه ابو امي وفكرها وقال لها يا بنتي ما تتسرعيش، انت طول عمرك عندك نقص في المناعه وما ينفعش انك تعملي في نفسك كده. قالت له يا ابويا ده جوزي ابو ولادي وما ينفعش اتاخر عنه، وهدخل ومش هستنى ثانيه واحده. وفعلا امي دخلت وعملت العمليه وابويا نجي وعاش، لكن هي بعد ما راح واتبرعت له بالكليه كانت حالتها بتسوء كل يوم عن اليوم اللي قبله، كانت بتبهد وشها بيصفر، ما كانتش هي اللي عارفينها وكان كل الناس عارفه انه بسبب انها اتبرعت بالكلى. ابويا اول ما خرج قال لها انا عمري ما هنسالك جميلك وهفضل طول عمري فاكرلك قد ايه انتي وقفتي جنبي، عمري ما هنسالك انك ضحيتي بحياتك عشاني. قالت له انا اهم حاجه عندي انك تعيش وانك تبقى في وسطنا انا وولادك وما يهمنيش حاجه تانية. لكن جدتي كانت ست غريبه قوي، كانت ست متسلطه رغم اللي امي عملته، لكن عمرها ما حست بده. كانت دايما بتبص على امي انها بهتانه وشكلها بيوحش وبتدبل وبتخس، كانت دايما تسممها بالكلام وتقول لها ايه اللي بيجرالك، انت ليه بقيتي عامله كده، ما تحطي حاجه في وشك بدل ما شكلك بقى غريب ويخوف ويخض. ما كانتش بتراعي امي ولا مشاعرها، وكانت دايما بتقول كده قدام ابويا اللي دايما رد فعله غريب اوي، يا اما ما بيردش على